السلام عليكم يا احلى متابعين. بنبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله. بتبتدي قصتنا بفلاش باك لسنه 1980 لما كان في دولفين جميل اسمه دولف واتنين تانيين اسمهم كلاجريت وسويتش. كانوا ابطال البحر اللي بيعرفوا يتعاملوا مع المناجم الخطيره اللي في البحر. في مهمه صعبه حسوا انهم محتاجين لمساعده البشر، فقربوا من سفينه عليها بشر، لكن كلاجيرت قطع السلك الغلط اللي في القنبله وانفجر اللغم وباظت السفينه. فضلوا في البحر 43 سنه مع فقمتين كوين وينجي اللي كانوا بياكلوا السمك الصغير لكن بيخافوا من اسماك القرش. بيهرب جيرالدو من البيت بتاعه، بيقول ان ما عندوش اي مشكله يواجه اسماك القرش ويرجع لبيته تاني، وبيطلب بنج من كوين انهم يرجعوا لبيتهم، لكن كون بيرفض لانه حابب يكتشف الشعاب المرجانيه علشان شاف هناك عقد بيلمع. فجاه بيشوفوا اسماك القرش اللي كانت بتراقبهم بتجري وراهم، لكن بيقدروا يهربوا منهم وبيكونوا في امان وبيتعشوا، لكن مش بيعجبهم الاكل. بس صاحبهم بيتش بيقول ان الاكل كان حلو جدا، وبيقول لهم الحكيم انهم ما يقلقوش من ناحيه الاكل علشان في هجره كبيره من السردين قريب هتيجي. لكن بيجي ما قدرش ينام من عصافير بطنه اللي بتصوصو، وما قدرش كوين يشوفه بالحاله دي، علشان كده راح بسرعه يدور له على اكل. وشافوا سفينه قديمه في قاع البحر، كانوا فاكرين ان فيها اكل. فعلا دخلوا السفينه وفضلوا يدوروا على اكل، وفجاه ظهرت سمكه القرش جرايمز ومعاها صاحبتها سمكه القرش ريمورا. جري وراهم، لكن بينج وكوين استخدموا خطه علشان يقدروا يهربوا منهم، واستخدموا في الخطه العقد اللي بيلمع علشان يبعتوا اشارات لبعض. وبنشوف بعدين كوين بيتخانق مع سمكه قرش لوحده لحد ما بيتعب وبيحس انه جعان جدا وبيدور على اي اكل. بالله الفقمة العجوز كلاجريت بيتخانق مع سمكة القرش جرايمز، وبعدين أخد كوين اللي كان مغمى عليه وراح لجزيرة صغيرة. وبيصحى كوين بيلاقي حواليه 3 طيور شكلهم غريب، ويعتبر دول السلاح الجوي للحيوانات. وبيحكي لهم إن كلاجريت هو اللي جابه لهنا، وبيقول لهم إنه نفسه يشوفوه. بياخدوه ال3 طيور لكلاجريت اللي أنقذه، وبيستخبوا في مكان على متن سفينة قديمة. وبيتقابل هناك مع عصابة ومعاهم رئيس العصابة كلاجريت، وبيطلب منه إنه يعلمه إزاي يهاجم سمكة القرش. لكن كلاجريت بيرفض، بس كوين بيهدده ان هياكل كل علب السردين اللي عنده، وهدده كمان ان هياكل اكبر علبه سردين عنده. وبعد محاولات كتيره من كوين وافق كلاجريت انه يعلمه ازاي يكون محارب شاطر، وقال له علشان تكون محارب كويس لازم يكون عندك فريق شجعان ومجانين. وبيرجع كوين للجزيره بتاعته، بيقابل كل الفقمات اللي هناك، وبيقول لهم ان صديقته بنجي اكلت سمكه القرش، وانهم لازم يتعلموا ازاي يدافعوا عن نفسهم ويحموا نفسهم من سمك القرش. لكن رد فعلهم كان غريب ومحدش رضي يروح معاه، وقال عنه انه غبي جدا. وهو ماشي لوحده حزين بيفكر في كلامهم، بيلاقي الفقمه بيس، ولانها اكتر فقمه مجنونه عندهم فكر انه يقول لها على فكرته يمكن توافق. فعلا وافقت على كلامه بسرعه جدا، واخدها وراحوا عند اشجع واحد فيهم جيرالدو، وبرضه وافق على كلام كوين لانه واثق في نفسه جدا. كده كوين بقى عنده فريق مجانين وشجعان، اخدهم وراح عند رئيس العصابه كلاجريت علشان يتعلموا ازاي يحاربوا سمك القرش. وافق طبعا انه يدربهم، وبالفعل اتعلموا، وكمان انضم لهم ال3 طيور علشان يكونوا فريق الاستكشاف. وفي يوم من الايام كلاجريت قال لكوين انه فريقه لسه عايش ومن ضمنهم سويتش، لكن هو بعد عنهم علشان كان السبب في فشل اخر مهمه ليهم. وهنا كوين طلب من كلاجريت ان سويتش يساعدهم ويكون معاهم في الفريق. وافق كلاجريت بعد محاولات كتيره من كوين، وراحوا لسويتش ولقيوه بيصنع متفجرات واسلحه. بنشوف ان الفريق كله نزل في الميه علشان يجرب كل التدريبات اللي اتمرنوا عليها، وكمان يجربوا اسلحه ومتفجرات سويتش، ونجحوا انهم يحبسوا سمكه قرش. في نفس الوقت بتراقبهم سمكتين قرش بيشوفوا كل ده وبيخافوا من اللي بيحصل، وجروا بسرعه يقولوا لسمكه القرش جرايمز ان في فريق في البحر بيقتل سمك القرش، وان رئيس العصابه ده لابس عود بيلمع. هنا سمكة القرش جرايمز فهمت ان ده كوين وجاي علشان ينتقم منها علشان اكلت صاحبه، وقررت انها مش هتسيبه يعيش ولازم تاكله زي صاحبه ويكون عبرة في البحر. بنشوف فريق الفقمات بيحتفل بالنجاح اللي عملوه، لكن الطيور ال3 بتقول لهم ان اسماك القرش بتحاصر الجزيره. هنا كوين اتهور وقال لازم اروح انقذ الفقمات، لكن كلاجريت فهمه ان ما يكونش متهور زيه لما قطع سلك القنبله الغلط ودمر فريقه. وبعد كده قرروا يعملوا خطه ينقذوا بيها جزيره الفقمات. وهنا الطيور قالت لهم ان قدامهم 8 ساعات بس قبل ما يحصل المد علشان يلحقوا ينقذوا الفقمات. قرروا ياخدوا قارب علشان يروحوا بيه عند جزيره الفقمات. بيلاقوا هناك زعيمه وبتكون جينيك حبيبه جيرالدو القديمه، وبيتخانقوا هما الاثنين، لكن كون بيقول لها انهم رايحين للقروش وكده كده هيموتوا، فلو هي عايزه جيرالدو يموت تساعدهم يروحوا هناك. اقتنعت جينيك بكلامه، قررت تديهم القارب. بدا كون بالخطه وحط اكل القروش في الميه علشان ينشغلوا عن الجزيره، وقدر فعلا يشغلهم عن حصار الفقمات. وهنا قدروا يقتلوا القروش بالاسلحه اللي معاهم، لكن سمكه القرش جرايمز اتعصبت وطلعت على القارب وكانت خلاص هتاكلهم، لكن كلاجريت معرفش يسوق القارب واتقلب بيهم كلهم في البحر. وقدر كون يمسك السمكه اللي بتكون مع جرايمز،
واعترف ان حصار سمك القرش للجزيره ده تمويه بس، لكن في خطه سريه تانية. في نفس الوقت في سمكتين قرش في الميه بيسمعوا الحوار اللي بين كوين وسمكه القرش. هنا كوين قدر يعمل تمويه باشكال الفقمات من الخشب علشان يشغلوا سمكتين القرش علشان ما يحكوش اللي حصل لسمكه القرش جرايمز، وبعدين اخدوا سمكه القرش علشان توريهم مكان القروش علشان يعرفوا الخطه الحقيقيه. ولبس كوين بدله الاخطبوط اللي من اسلحه سويتش علشان يختفي ويقدر يدخل عند القروش ويعرف الخطه، وقدر فعلا يدخل. لكن سمكه القرش جرايمز شافته وكانت هتاكله لولا كلاجري تلحقه وقال له يروح يقول خطه القروش لجزيره الفقمات وهو هيواجه جرايمز. وبنشوف فريق انقاذ الفقمات اخد كوين وراحوا عند باقي الفريق. هنا كوين قرر يروح لوحده جزيره الفقمات ويقول لهم على خطة القروش علشان أفكاره هي السبب في موت أصحابه وإنه مش عايز حد تاني يموت بسببه. وبيروح للجزيرة لكن بيلاقي كل الفقمات نزلوا المحيط علشان هجرة السردين، لكن بيشوف زعيم الفقمات قبل ما ينزل المحيط. كون بيقول له على خطة القروش، لكن زعيم الفقمات بيقول له إنهم أكيد كده هيموتوا، وإنهم لو ما نزلوش المحيط هيموتوا من الجوع لأن مفيش أكل، ولو نزلوا المحيط هيموتوا من القروش. بيروح كوين للفريق بتاعه وبيطلب منهم المساعدة إنهم ينقذوا الفقمات، لكن القروش بيحاصروهم وبيحبسوهم جوه صندوق. وجرايمز قالت لهم انها مش هتسيبهم يعيشوا. وهنا الفريق قرر يخرج ويستخدم كل قوته، وخرجوا من الصندوق وراحوا بسرعه ورا القروش وحاولوا يموتوهم لكن فشلوا ان كل القروش اتجمعوا وحاصروهم. وهنا بدا كون الفريق يحسوا بالياس وفقدوا الامل خلاص. لكن فجاه ظهر لهم كلاجري بسفينه الانقاذ بتاعته وجايب لهم الزعيم دولف، وده اللي ضرب لهم بطاقات علبه السردين وكل القروش خافت وهربت. وكوين قدر يخلي كل الفقمات يركبوا السفينه بتاع كلاجريت. في الوقت اللي كوين بيشكر كلاجريت على وقفته معاه، ظهرت سمكه القرش جرايمز من تاني وكانت عايزه تاكل كوين، لكن الفقمات اتجمعوا وقدروا ينقذوا كوين منها، وبكده الفقمات يقدروا يحموا الجزيره بتاعتهم من القروش. كده يخلص فيلمنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.